السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في قناة شيوات سهلة ومختلفة. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وإن شاء الله تستافدوا منه. اليوم وبحول الله أخواتي غادي نحضر معكم هذه الحلوة ديال لاكريم بطريقة اللي سهلة وبسيطة وكتقام جد اقتصادية، فكنظن ما غاديش تلقاو أرخص من هذه الحلوة ديال لاكريم. فغادي نحضروها بمكونات اللي جد بسيطة، ولكن صدقوني راه كتجي حلوه ديال لاكريم غزاله لذيذه بزاف، والله ما غادي تشبعوا منها. وملي غادي تشوفوا هاد لا فيديو وغادي تشوفوا باش غادي تصايب هاد الحلوه ديال لاكريم والطريقه ديالها، انا مأكده ما غاديش تعاودوا تشريوها نهائيا، لانها راه كطيح رخيصه كنأكد لكم على هاد النقطه هذه، وكتجي بحال اللي كتشريو تماما، يعني راه ما كاينش شي فرق. وحتى بالنسبه لا جينواز غادي نتقاسم معكم واحد الطريقه اللي غادي تخليها 100% تجيك ناجحه، يعني ما بقى عندك مناش تخافي. ندوز دابا بسم الله لطريقه تحضير لا جينواز. غادي نحتاج مبشور ديال الحامض اللي يمكن لكم تعوضوه بسكر الفانيلا، غير هو من الافضل غادي نستعملوا مبشور ديال الحامض. كنزيد 2 بيضات اللي خاصهم ضروري البنات يكونوا واخدين حراره المطبخ، حتى الا كان عندكم البيض في الثلاجه جبدوه قبل الاستعمال على الاقل بساعتين. كنزيد كاس ديال سكر سنيده. والسر اخواتي باش تجيكم لاجينواز ناجحه وخفيفه هو انكم تخدموا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. يعني شفتوا كيف ولا لي الخليط بحال الشكل ديال الكريمه، ولا اللون ديالو ابيض. فهاد المرحله هادي غادي نضيف غير نص كاس ديال الزيت، كنكتفي غير بنص كاس ديال الزيت اللي حتى هو بالدور ديالو غادي ندخلو في الخليط مزيان حتى كيختفي، ما كيبقاش كيبان ليا نهائيا. يعني اي مكون ضفناه الا وكنخدموه وكنعطيوه حقه في الخدمه. في هذه المرحله هذه غادي نزيد عصير ديال حامضه اللي كنكمل القياس ديال الكاس بالماء. الماء كيكون دافي او لا سخون. المهم بالنسبه لهذا الكاس هذا كنبقى كنضيفو على دفعات باش ما كيهبطش ليا البيض وباش ما كيخسروش. ضروري انكم تبقاو ديروه على دفعات شويه بشويه حتى كتكملوا ديك القياس ديال الكاس وانتم كتخدموه. صافي كيبقى ليا اخر حاجه هو الدقيق. بالنسبه للدقيق راني درت الكاس الاول خلطته ودخلته في الخليط، زدت الكاس الثاني. في هذه المرحله هذه غادي نضيف 2 اكياس ديال خميره الحلويات، ولاحظت بان الخليط يعني ما بقاش خاصو بزاف ديال الدقيق، غادي ندير نص كاس بركه، يعني غادي تحتاجوا ل2 كيسان ونص في هاد لاجينواز. حتى كنخدمو حتى هو. ومنين كنجيو نديرو الدقيق كنهبطوا السرعه ديال الخلاط الكهربائي، كنخليها غير في واحد، ما كنبقاش مسرعاها بحال في الاول فاش كنخدم البيض. صافي كنقسم ديك الخليط على 4، درتهم انا بزلايف. درت 4 ديال الزليفات اللي كيكونوا متقادين. مباشره غادي ندهن المقله ديالي بالزيت. من الافضل انكم تدهنوها بالزبده، غير انا ما كانتش متوفره عندي. وكتستعملوا مقله اللي كتكون ما كتلصقش، ضروري تكون المقله ما كتلصقش. صافي وكنخويو الكميه الاولى ديال الخليط وكنغطي عليها وكنخليها طيب على نار اللي هي مهيله. بالنسبه للوقت راه كتاخذ لكم تقريبا واحد 10 دقائق 12 دقيقه بحال هكا. المهم حتى كتبان لكم انها نشفات من الوجه ديالها. واحد النقطه باش ما تبقعوش في نفس الغلط اللي درت فيه انا، يعني حاولوا انكم ديك المقله، عفوا ديك الغطايه ديال المقله مره تبقاو تمسحوها باش ما يطيحش لكم الماء فيها. المهم منين كتبان لكم انها تحمرات من الجناب ونشفات كتقلبوها على الجهه الثانيه وكتخليوها غير واحد 2 دقائق 3 دقائق، المهم غير كتحمر، ما تغفلوش عليها باش ما تحرقش لكم. ندوزو دابا لتحضير الكريمه. عندي هنايا 500 غرام ديال القشده الطريه ديال العبار، هي اللي كتقام رخيصه وراه كتعطي نفس النتيجه. 500 غرام هي نص كيلو. كنزيد 4 المعالق كبار ديال سكر سنيده، راه كتجي الحلاوه هي ديك معتدله. وكنزيد 2 فرماجات، يعني اللي كيزيدوا كيعطيو الخفه لهاد الكريمه هذه، وفي نفس الوقت كيجي المذاق ديالها زوين. هنا كنعطي الوقت الكامل
الخدمه ديال هاد لا كريمه. وضروري انها تكون بارده، يعني وضعوها قبل الاستعمال بواحد 15 دقيقه في المجمد. يعني كنبقى كنخدمها مزيان. راه انا هنا راه خدات ليا تقريبا واحد 5 دقائق وانا كنخدم فيها، يعني حتى كتطلع ليا وكتبان ليا انها تماسكات وعقادت الكريمه على هذا الشكل هذا كيف كيبان لكم في الفيديو. صافي هنايا الكريمه ديالي وجدات. كذلك بالنسبه لاجينواز، منين كملت لها الطياب ديالها، راه اي وحده كنطيبها كنغطيها باش ما كتنشفش وكتبقى يعني شاده ديك الرطوبه ديالها. هذا هو الشكل ديال لاجينواز. انا هنايا راني قطعتهم، يعني حيدت لهم ديك الجوانب وباش نيت كيتقد حتى الشكل ديالهم. كيف كتشوفوا انا هنايا درتهم رقاقين. نتوما الا بغيتو لاجينواز ديروها كتبقى غليظه، قسموا الخليط غير على 3. انا بغيتها رقيقه قسمتها على 4. وبالنسبه للاطار اللي قديت به هو هذا، وهو نيت اللي غادي نفيني به. صافي هنايا كنوضع الطبقه الاولى وغادي ندوز باش نسقيها. بالنسبه للسقوه درت كاس ديال الماء مع كاس ديال سكر سنيده مع عصير حامضه ومبشور حامضه. كنسقي الطبقه الاولى ديالي مزيان، من بعد كنغطيها بالكريمه. فراه الطريقه راه سهله. وحتى بالنسبه اللي ما عندهاش هذا لي سيركل هذا، راه يمكن ليها تخدمهم بلاش، يعني حيت اصلا لا جينواز راها مقاده. هنايا كاضافه درت شويه ديال حبيبات الشوكولا، شويه ديال الكركاع وهذا والفومبواز. من بعد اخواتي غادي نزيد الطبقه الثانيه، ومنين كنزيد الطبقه الاخرى راني كنضغط مزيان باش ما كيجيش ديك الفراغ ما بين الطبقات. وكنعاود كنسقيها مره اخرى وكنغطيها بلا كريمه. بالنسبه للكريم يمكن لكم ديروا الكريمه اللي نتوما متعودين، غير انا هذه كتجيني رخيصه. بالنسبه لينا حنايا هنا اللي ساكنين في الدار البيضاء، راه وقيله الكيلو كدير 480. وانا خديت نص كيلو وراه كفاتني، اولا نصف لتر كفاتني، يعني راه صايبت لي هاد الحلوه كامله وراه تبقات ليا. المهم اخواتي كيف ما كتشوفوا راني كنبقى غادا في التحضير. في الفينيسيون ديال الحلوه كندير طبقه كنسقيها مزيان، من بعد كندير لا كريمه وكندير داكشي اللي بغيت نديرو كاضافات يمكن لكم تستغناو عليه، ماشي ضروري. غير انا كان عندي هذا الشيء قلت ندخلو في هذا الحلوه ديال لا كريم. صافي وغادي نخلي هاد الطبقه هي الاخيره. غير هو ضروري انكم تضغطوا عليها باش كيجيو الطبقات ملاصقين مع بعضياتهم وما كاينش ديك الفراغ. صافي هنايا غادي ندوز باش نحيد هذاك الاطار وغادي نكمل ليها لا فينيسيون ديالها. نتوما كيف ما شفتوا ملي كتستعملوا هذاك الاطار راه كتجي هي مفينيه راسها مقاده. هنايا غادي نغلفها بالكريمه. المهم كتستعينوا باي اداه عندكم، وراه ما كتاخذش الوقت نهائيا. راه المهم انا هاد الحلوه ديال لا كريم كلها وجدتها في خلال ساعه ما كملتش بحال هكاك. صافي هنايا كنزينها بالطريقه اللي انا بغيت، وكل وحده كتزينها بالطريقه اللي بغات. وشفتوا معايا المكونات ديالها راه بسيطه بزاف. راه كتقام قدر 20 درهم، اما الا مشيتو تشريوها راه التاليه تحطوا فيها 70 درهم ولا 80 درهم بالاخص في هذا الوقت هذا. بالنسبه هذا اللي زينت به، خديت انا غير الكوفيتير، يعني مربى ديال الفريز، طحنته وزدت عليه النكهه ديال الفراوله ورديته فوق البوطه حتى طبخ ليا. عاد طفيت عليه خليته حتى برد، ضروري حتى يبرد عاد كتزينوا به. وهنايا اخر لمسه درت الفومبواز، يعني في كل حبه درت فيها فومبوازه. وكندير هاد الخطوط هادو ديال هذاك نسميوه الناباج اللي صايبت. صافي وكانت اخواتي هذه هي النهايه ديال الشكل النهائي ديال الحلوه ديال لا كريم. مهم كان تزيين اللي هو بسيط وسهل، وكل وحده كتزين بالطريقه اللي هي بغات. اللي عليه الاساس هو المكونات والطريقه ديال التحضير، الفينيسيون على دوقك اختي. المهم هانتوما هنايا لاحظوا معايا كيف كتجي، راه كتجي رطبه بزاف يا البنات. لا جينواز ناجحه 100%. ما عليكم غير تبعوا الخطوات كيف ما عطيتها لكم، وكتجي غزاله فنه لذيذه. اقسم بالله ما غادي تفرقوا ما بينها وما بين اللي غادي تشريو
تجاو من الزنقه، ومنين غادي تجربوا هاد الطريقه وغادي تذوقوا الحلاوه ديالها، انا مأكده ما غاديش تعاودوا تشريوها نهائيا من غير السيدات اللي كيكونوا خدامين، فالله يسهل على الجميع. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بتشجيع القناه، ومع السلامه.